السلام عليكم. بمناسبة الصيف كده كنت عايز أتكلم في نقطة، يعني كل أجازة أو كل صيف باقابلها بصراحة. النقطة دي بتضايقني جدًا. بييجي أول الصيف ولي أمر متحمس وابنه متحمس، فيبتدي يقول لي عايزين نعمل 1، 2، 3. أقول له أبُص على الولد الأول وبتاع. نشوف الولد نلاقيه خامة كويسة جدًا، بس ناقصه شغل، محتاج شغل. أبتدي أرتّب له بقى في دماغي بلان هنمشي عليها. دلوقتي هيتمرن في السيشن ده عشان هيشتغل على حاجات معينة، وبعد كده ننقله السيشن التاني، وبعد كده ندخّله بطولة، بعد كده بابتدي أرتّب بلان صغيرة كده مبدئية للولد، ونشوف الدنيا ماشية لفين. فأثناء وإحنا شغالين بنشتغل، عدّى شهر، الولد بيتطوّر، وعايز أزوّد، طيب تمرين private، عايز أزوّد مش عارف إيه. فابتدي معاه حماسه بيخلّيني إن أنا شغّال معاه، وشغّال عشان الولد في منّه، يعني جاي منّه خامة كويسة، وجاي منّه لعيب يعني لعيب في المستقبل. فبنبتدي شغّالين، وأثناء ما إحنا شغّالين عدّى شهرين وبتاع، مرّة واحدة الولد اختفى. أكلّم ولي أمره أو أكلّم والده، الولد فين؟ والله إحنا بدأنا دراسة ودروس فالفترة دي هيريّح. أنت مستوعب؟ يعني أنت بعد حماسك وبعد الشغل ده، بعد الولد اللي وصل له ده، هتريّح؟ معلش، هو الولد يعني طبعًا مستقبله الدراسي مهم جدًا، بس الولد في السن ده بيتمرّن أصلًا يومين في الأسبوع أو 3 أيام في الأسبوع، وكل تمرينة ساعة أو ساعة ونُص بالكتير. يعني أنت بتتكلم في 4 ساعات في أسبوع كامل. الولد لو في طِب هيعرف إن هو يعني الولد يعني لو في جامعة في طِب هيعرف يعني يواصل بينهم أو ينسّق بينهم. أنت بتتكلم في ولد بيبقى طفل صغير وتقعّده عشان الدراسة، وبعد الشغل ده كله، ما أنت هتيجي لي الصيف الجاي هتقول لي نفس الكلام. أنا مش هاشتغل معاه. والله كلامي ده مش عشان الفلوس ولا عشان مادة خالص، واللي اتعامل معايا عارف إن مش فارق معايا المادة. بس كلامي ده إن الولد ابتديت أشتغل معاه، وابتديت أحط له بلان، وابتدى في تفكيري عشان حماس ولي الأمر، وعشان رغبة ولي الأمر، وإن الولد جاي منه. فليه ما اساعدهوش؟ أنا ما باحبش أشوف ولد يكون كويس ويكون ناقصه حاجات، وممكن لو اشتغل عليها يبقى تنقله في حتة تانية وما اشتغلش معاه. فالموضوع ده بيضايقني جدًا. يعني أنا باقوله بمناسبة إن برضه الصيف ده بيبتدي ناس تعمل كده، فبيبتدي بقى إيه في دماغي، طب أنت هتعمل زي اللي قبلك والّا هتشتغل؟ عشان لو هتعمل زي اللي قبلك يبقى وفّر مجهودي ووفّر مجهودك، وإيه نمشّيه إن هو بيمارس رياضة. لازم تبقى عارف إن أنت لو عندك الحماس ده، لازم تبقى عارف إن الطريق طويل، وإن الموضوع مش شهرين وأقعد وأرجع تاني شهرين والكلام ده، ما عمرك ما هتوصل لحاجة. الطريق طويل ومحتاج تعب، ومحتاج تنسّق حياتك، ومحتاج تنسّق حياة ابنك عشان توصل للي أنت عنده. الموضوع مش مش شهرين أو 3، 4 شهور هاشتغل فيهم جامد، جامد، والواد ما راحش النادي خلاص هاريّح والشهر الجاي هاعمل تاني. فدي نقطة يعني يا جماعة، لازم تبقى أنت محدد هدفك في بداية الصيف كده. أنت داخل تلاعب الولد ممارسة رياضة، بيمارس رياضة واجتماعيات وكده، والّا داخل لمستقبله، داخل يشتغل على نفسه عشان يوصل لحاجة؟